كل أسرار نجاح البيتزا هقولك عليها في الفيديو ده. أنا هديك النهاردة كورس شامل عن البيتزا، من أول بقى العجينة لحد التسوية، وإزاي كمان نعمل صوص البيتزا المظبوط، وإزاي تطلعي بيتزا زي المحترفين وهتطلع معاكي أحلى من المطاعم مليون مرة. عجينة تكون هشة وطرية وأطرافها كراست كده، وهقولك كمان إزاي تطلعي الجبنة تكون سايحة بالشكل ده وبتمط من غير بقى ما الجبنة تنشف معاكي، وهنحل كمان كل المشاكل اللي هتقابلنا في عمل البيتزا. يعني بعد الفيديو ده مستحيل تشتري بيتزا من بره تاني. تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفادوا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تدعموني بلايك كتير للفيديو. يلا بينا بقى نشوف الطريقة والمكونات على طول. أول حاجة هنبدأ بيها هي تحضير عجينة البيتزا، وعشان نعمل عجينة صح لازم نمشي على الخطوات دي. في البداية كده بنجهز طبق عميق بنحط فيه كوباية من المية الدافية. المية يا جماعة لازم ما تكونش سخنة زيادة، عشان لو سخنة زيادة هتبوظ لنا الخميرة ومش هتخليها تتفاعل. حجم الكوباية هيكون 250 ملي، يعني زي كوباية العصير. هنزود على المية معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية وزنها 8 جرام، وهزود كمان معلقتين كبار من اللبن البودرة. تقدري كمان تستغني عنهم لو مش متوفرين، بس هم بيدوا نتيجة حلوة جدا في المعجنات، بيخلوا العجينة طرية كده وهشة أكتر. هنزود كمان ربع كوباية من الزيت النباتي أو زيت زيتون لو متوفر عندكم. المقادير اللي أنا بقولكم عليها دي بتعمل 2 بيتزا بحجم وسط. هناخد بقى المضرب اليدوي ونبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا كويس مع المية. دلوقتي هنبدأ نضيف الدقيق. معايا هنا 3 كوبايات دقيق متعدد الأغراض، وزي ما قلنا كده احنا النهاردة بنعمل 2 بيتزا بحجم وسط. لو حابة تعملي واحدة بس بتقسمي المكونات على 2. هضيف كده الدقيق على مرحلتين. في الأول هضيف حوالي نص كمية الدقيق، وهزود عليها معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وهبدأ ان انا اعجن بايديا بالشكل ده. تقدري بقى تعجني بايدك، تستخدمي العجان، يعني زي ما تحبي. واول ما العجينه بتلم معانا بالشكل ده والدقيق كله يختفي، هنضيف كميه الدقيق الباقيه. نعجن بقى كويس جدا حوالي 5 دقايق او 7 دقايق كمان لحد ما نوصل للعجينه القوام بتاعها يكون طري، وفي نفس الوقت العجينه يكون ملمسها ناعم كده ومش بتلزق في الايد. هتشوفوا معايا دلوقتي القوام اللي احنا عايزين نوصله. اثناء العجن بناخد العجينه نخبطها كده قدامنا لحد ما تبقى طريه معانا ولينه. طريقه العجن دي بتسهل علينا جدا، بتخلي كمان العجينه تتعجن معانا بسرعه. بناخد كده العجينه نخبطها قدامنا بالشكل ده على الرخامه لحد ما تبقى طريه ولينه. شايفين؟ هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزين نوصله، العجينه تكون طريه ولينه ومش بتلزق في الايد. ده كده بيكون قوام عجينه البيتزا المظبوطه. نلم بقى العجينه ونحط في الطبق كده مسحه زيت بسيطه، وبعدين نغطي العجينة كويس جدا. نغطيها الأول كده بكيس بلاستيك أو بلاستيك راب، ونحطها في مكان دافي عشان تخمر. نسيبها حوالي ساعة أو ساعة ونص كده لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. الحشوات بتاع البيتزا زي ما تحبوا طبعا. أنا هعملها النهاردة بالفراخ. هنجهز طاسة على النار كده، نحط فيها حوالي 3-4 معالق كبيرة من الزيت. هنستنى على الزيت لحد ما يسخن كويس، وبعدين هنزل عليه بصدر فرخة يكون متقطع لمكعبات بالشكل ده. اول ما نحط الفراخ ما نقلبهاش خالص، نستنى عليها لحد ما تاخد صدمه من الحراره عشان ما تنزلش ميتها. واول ما لونها يبدا يتغير معانا بالشكل ده نبدا بقى نقلبها على كل الجوانب عشان تتشوح كويس. نضيف لها بقى شويه بهارات كده هيدولها طعم حلو. هضيف معلقه صغيره من السبع بهارات او بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ونص معلقه صغيره ممسوحه من الملح. شوح بقى الفراخ كده حوالي 5 دقايق كمان لحد ما تستوي معانا سوا كامل. والفراخ يا جماعة بالطريقة دي بيطلع طعمها حرفيا رهيب. تعالوا بقى دلوقتي نعمل ألذ صلصة للبيتزا هتخليها زي اللي بتشتروها من بره بالظبط. هنجهز طاسة على النار، هنحط فيها حوالي 4 أو 5 معالق كبيرة كده من الزيت. هحط عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم. نشوح بقى الثوم كويس جدا لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم. بعد كده محضرة معايا عصير حبايتين من الطماطم، هحطهم كده على باقي المكونات وهبدأ ان انا اقلب كويس. هنضيف بقى شوية بهارات هتدي للصلصة طعم حلو جدا. هنضيف معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة توم بودر، ومعلقة صغيرة بصل بودر، ومعلقة صغيرة ممسوحة كده من الملح، وكمان زيها من السكر، وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا. كل المكونات اللي احنا استخدمناها النهاردة والتوابل هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. هدي بقى النار كده، وبعدين اخر حاجة هنضيف معلقتين كبار من الكاتشب.
بيدوا طعم حلو جدا، تقدروا كمان لو مش متوفرين تستغنوا عنهم خالص. دلوقتي بقى بنهدي النار ونسيب الصلصة لحد ما تتسبك. وفي الاخر خالص بعد ما الصوص ده بيستوي بنحط كده معلقتين كبار من زيت الزيتون، وكده عملنا احلى والذ صلصة للبيتزا. دلوقتي هنجهز الصواني اللي هنسوي فيها. معايا صينيتين، صينية مقاس 28 والتانية صينية مقاس 30. هبدأ ان انا ادهنهم كويس جدا بالزيت، وبعدين هديلهم كده رشة من دقيق السميد. دقيق السميد بيساعد ان العجينة ما تلزقش في قاع الصينية من تحت، وكمان بيدي للبيتزا سنة قرمشة كده حلوة من تحت. دلوقتي العجينة اختمرت وحجمها اتضاعف، هنبدأ بقى نفضي الهواء اللي فيها. انا سبت العجينة كده حوالي ساعة لحد ما حجمها اتضاعف زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هنبدأ نفضي الهواء اللي في العجينة ونقسمها لقطعتين. شايفين ما شاء الله العجينة طرية ولينة جدا ومليانة بقى فقاعات هوا زي ما انتوا شايفين كده، بمعنى كده ان هي عجينة مظبوطة وناجحة. هنقسم العجينة لاتنين. هبدأ ان انا اخد كل قطعة كده الم اطرافها لجوه واكورها في ايدي بالشكل ده. نعملها كده على شكل كورة او على شكل مدور عشان لما نفردها كده تكون اطرافها متساوية. ناخد بقى اول قطعة كده نحطها في الصينية. بعد كده هغطيها كويس جدا بفوطة كده او بكيس بلاستيك عشان ما يدخلهاش اي هوا، وهسيبها حوالي 5 دقايق كده عشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا بكل سهولة. تانية برضو بنفس الطريقة نحطها كده في الصينية واغطيها كويس جدا، وهنسيبها حوالي 5 دقايق كده ونبدأ نفردها. وبعد ما بيعدي 5 دقايق هنبدأ نفرد العجينة، هنلاقيها اتفردت معانا بكل سهولة. حسيتوا بقى ان العجينة بتلم معاكم مرة تانية، ارجعوا غطوها وسيبوها كمان 5 دقايق وبعدين ارجعوا فردوها مرة تانية. وضروري جدا واحنا بنفرد العجينة ما نجيش عند الأطراف، عشان الأطراف تطلع معانا كراست كده مقرمشة وتكون مفرغة ومليانة هوا من جوه. بنبدأ نفردها من جوه لبره بنلاقيها اتفردت معانا بكل سهولة. وزي ما قلنا كده يا جماعة نحاول ما نجيش عند الأطراف خالص عشان هي دي اللي هتدينا الشكل الحلو للبيتزا. وبعد ما نفرد العجينة بحجم الصينية كلها باخد شوكة وببدأ أعمل فيها سكوب بالشكل ده. طبعا الخطوة دي ضرورية جدا عشان وقت التسوية البيتزا ما تنتفخش معانا زيادة عن اللازم. دلوقتي بنجهز بقى صلصة البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض في الأول. بحط كده حوالي معلقتين كبار على العجينة وبوزعهم كويس جدا بالشكل ده. نحاول كمان واحنا بنوزع الصلصة ما نجيش عند الأطراف خالص. بعد ما بنوزع بقى الصلصة على العجينة هنحط كده حبة بسيطة من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين بنحط الحشوة. نحط كده قطع الفراخ اللي احنا حضرناها مع بعض في الأول. طبعا الحشوة بتاع البيتزا حسب المتوفر والمتاح عندكم، حابين تعملوها سادة يعني براحتكم، حابين تحشوها خضار، لانشون، تونة، لحمة مفرومة، أي حاجة متوفرة عندكم هتنفع وهتبقى حلوة جدا. وبعد ما بنحط الفراخ هنوزع كمان شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، وفي الآخر خالص هحط على وشها شرايح من الفلفل وشرايح من الزيتون. يا ريت بقى الناس الجميلة اللي وصلت معانا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك عشان الكل يستفاد، وكمان دعمكم بيفرق معايا. في الاخر خالص بقى بنديلها رشه كده من الصلصه بتديلها لون حلو جدا بعد التسويه. هنوزع على وشها كده رشه بسيطه كده من زيت الزيتون بتدي للجبنه لمعه ومطه حلوه جدا بعد التسويه. كده خلاص البيتزا بتاعتنا بقت جاهزه، مش هنسيبها تخمر ولا اي حاجه، هناخدها عشان نسويها على طول. تعالوا بقى نتكلم عن اهم حاجه واخر حاجه وهي مرحله التسويه. عشان البيتزا تطلع طريه وما تنشفش معانا اثناء التسويه، وكمان الجبنه تطلع سايحه كده وبتمط، اول حاجه نشغل الفرن من فوق ومن تحت مع بعض على درجه حراره 200. يعني نشغل الفرن قبلها كده بحوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد ما يسخن كويس. بعد كده بنطفي الفرن من فوق وبنسيب الفرن شغال من تحت على درجه حراره 200، وهندخل البيتزا في الرف قبل الاخير، يعني اقرب رف للنار من تحت. هتاخد معانا حوالي 10 دقايق بالظبط في الفرن، وبنلاقي الجوانب بدأت تاخد لون ذهبي حلو، وكمان القاعدة من تحت بتكون استوت. في الآخر خالص بقى بنولع عليها الشواية عشان تاخد لون حلو من فوق. ودي كده هتكون تسوية مظبوطة جدا للبيتزا. العجينة هتطلع معاكي طرية جدا، والجبنة كمان مش هتنشف معاكي أبدا وهتطلع سايحة كده وبتمط. تطلع بقى معانا يا جماعة حرفيا كده رهيبة، أحلى من أي بيتزا هتشتروها من بره جاهزة. الجبنة بتكون سايحة وبتمط جدا بالشكل ده، وفي نفس الوقت العجينة بتاعتها طرية وهشة جدا، وكمان دقيق السميد اللي احنا حطيناه في قاع الصينية من تحت بيدي لها سنة قرمشة حلوة. وبجد دي أنجح وأحلى طريقة هتعملوا بيها البيتزا. عايزة أقول لكم كمان على ملحوظة مهمة جدا، الجبنة الموتزاريلا اللي هنستخدمها لازم تكون بحرارة الغرفة، يعني ما ينفعش نخرجها من الفريزر وهي متجمدة ونستخدمها على طول، لا بنسيبها الأول لحد ما تاخد حرارة الجو كده وبعدين نستخدمها.
شايفين قد ايه العجينة طرية وهشة جدا والجبنة سايحة؟ نأكد بقى على المعلومة تاني، لازم الفرن يكون سخن جدا قبل التسوية، عشان الجبنة الموتزاريلا لو قعدت في الفرن كتير بتتحول لمادة كده عاملة زي البلاستيك، يعني لا هتمط ولا هتسيح. طبعا البيتزا التانية بنعملها برضو بنفس الخطوات، بيتزا طرية وهشة جدا وأحلى من بتاعة المطاعم مليون مرة. عايزة أقول لكم كمان إن الملح في العجينة مظبوط جدا جدا. هتجربوا البيتزا بالطريقة دي وبالمكونات دي، وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم جدا جدا وهتحتمدوها عندكم على طول. إن شاء الله هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو، ولو عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبولي تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. وفي الآخر بعتذر جدا لو الفيديو طول شوية، بس كل التفاصيل الصغيرة اللي احنا قلناها في الفيديو هي دي سر نجاح أي وصفة. ولحد هنا أنا وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. النهاردة بقى هقول لكم على طريقة حلوة جدا تعملوا بيها الفطير المشلتت بدون عجن ولا فرد ولا أي مجهود خالص. هنحول الجلاش لفطير مشلتت بمعنى الكلمة، ويطلع بقى يا جماعة طري مورق وطعمه رهيب، يعني مش هتفرقوه عن الفطير المشلتت اللي بيتعمل بالعجين. شايفين بقى التوريقة من جوه عاملة ازاي؟ عايزة اقول لكم بقى انه طعمه حلو جدا، لو جربتوه مرة هتعتمدوه عندكم على طول. لو نفسك بقى تاكلي فطير مشلتت ومش قادرة تقفي كتير في المطبخ، يبقى الوصفة دي علشانك. ما تنسوش بس قبل ما نبدأ تدعموني بلايك كتير للفيديو ده، ويلا بينا نشوف الطريقة والمكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. اول حاجة هنبدأ نعمل خليط التوريق اللي هنورقه بالجلاش، والخليط ده بقى يا جماعة هو اللي هيحول معانا ورق الجلاش لأحلى فطير مشلتت ممكن تاكلوه. معايا هنا نص كوباية سمنة سايحة، وافضل حاجة اننا نستخدم سمنة بلدي عشان ناخد منها احلى طعم. هزود عليها نص كوباية قشطة، القشطة دي انا باخدها من وش اللبن. بنغلي اللبن من بالليل وبنسيبه في التلاجة لتاني يوم، وتاني يوم كده بنلاقيه عمل طبقة قشطة سميكة على الوش. ولو حابين بقى الفطير يكون اخف شوية تقدروا تستخدموا معلقتين من القشطة وربع كوباية من اللبن، لبن عادي خالص بحرارة الغرفة. هزود عليهم علبة زبادي اللي هي الحجم الصغير، يعني حوالي معلقتين كبار من الزبادي، ومعلقة كبيرة من السكر. ولو حابين بقى الفطير يكون طعمه مسكر شوية تقدروا تستخدموا معلقتين كبار من السكر. وهضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. هناخد بقى المضرب اليدوي ونبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما كلهم كده يتحولوا معانا لخليط واحد بالشكل ده. شايفين القوام عامل ازاي؟ القوام لازم يكون معانا بالشكل ده. هنجهز بقى الجلاش بتاعنا. معايا هنا لفة جلاش وزنها تقريبا نص كيلو 500 جرام، واحنا بنشتغل في الجلاش لازم نغطيه كويس جدا بفوطة عشان ما ينشفش. وهجهز كمان صينية مقاس 30 هدهنها كويس جدا بالسمنة. دلوقتي بقى هنبدأ نرص ورق الجلاش في الصينية. أول ورقة هنحطها كده في منتصف الصينية عشان دي هتبقى قاعدة الصينية من تحت. نحط أول ورقة كده وادهنها كويس جدا بخليط التوريق. وبالنسبة بقى للورق اللي بعد كده بنحط نص الورقة في الصينية بالشكل ده والنص التاني يكون لبره. وهنبدأ بقى ندهن ورق الجلاش ورقة ورقة، يعني كل ما نحط ورقة كده ندهنها كويس بخليط التوريق. ونحط كده نص الورقة في الصينية والنص التاني يكون لبره بالشكل ده، وندهن بقى كويس جدا. ونحاول كمان يا جماعة ندهن الأطراف كويس جدا عشان الفطير بتاعنا يطلع طري كده من الأطراف وما يطلعش ناشف. بكرر بقى الخطوات دي لحد ما بخلص كل كمية الجلاش اللي معايا، بس هنسيب بس ورقتين كده أو 3 ورقات عشان نحطهم على وش الصينية في الآخر. وأهم حاجة بقى الورق اللي هنسيبه لوش الصينية لازم يكون ورق طري. نحاول كمان يا جماعة واحنا بندهن ورق الجلاش ما نبالغش في كمية الخليط على الجلاش، يعني ما نزودش بقى كمية الخليط كده عشان الفطير بتاعنا ما يطلعش معجن من جوه ويطلع كده مورق وحلو. نشتغل بقى بسرعة كده عشان الجلاش ما ينشفش. بعد ما بخلص باخد بقى أطراف الجلاش ببدأ أتنيها لجوه بالشكل ده. كل ما بتني طرف بدهنه كويس جدا بخليط التوريق. الطريقة بتاعته سهلة جدا وسريع وما بياخدش أي وقت خالص، مش هياخد معاكي أكتر من 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط وبتلاقي نفسك مخلصة كل حاجة. نتني الأطراف لجوه بالشكل ده ورقة ورقة كده وندهنها كويس جدا بخليط التوريق بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بخلص بقى الصينية كلها بنفس الطريقة كده.
زي ما قلنا طبعا احنا شلنا اخر ورقتين عشان هنحطهم على وش الصينيه. هناخد كده اول ورقه وبحطها بالشكل ده، وبعدين ببدا ان انا ادهنها كويس جدا بخليط التوريق، وبعد ما بخلص بتني اطرافها لجوه بالشكل ده. بنرفع كده الفطيره او الجلاش وندخل الاطراف لجوه زي ما انتم شايفين كده. هنحط اخر ورقه جلاش، ولازم زي ما قلنا ورقه الجلاش اللي احنا بنشيلها الوش دي لازم تكون طريه. هبدا ان انا ارفع الاطراف وادخلها جوه بالشكل ده. وفي الاخر خالص بقى ندهنها كويس جدا بخليط التوريق. عايزه اقول لكم بقى ان لفه الجلاش النص كيلو بتاخد معانا كل كميه خليط التوريق اللي احنا عملناها. تقدري بقى في الاخر كده تشيلي معلقه على جنب عشان تدهني بها وش الفطيره بعد ما نخرجها من الفرن. كده خلاص الفطيره بقت جاهزه، هناخدها على طول عشان نسويها. هندخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. درجه حراره 200 يعني درجه حراره عاليه. شغل الفرن عشان يسخن من قبلها بحوالي ربع ساعه كده 10 دقايق، وبعدين هنحط الفطيره في الرف الوسطاني على درجه حراره 200. النار تكون شغاله من تحت بس. هتاخد معانا في الفرن حوالي ربع ساعه بالكتير ونلاقيها استوت. في الاخر خالص لو ما اخدتش لون ذهبي من فوق بنفتح عليها الشوايه عشان تاخد اللون الحلو ده. وبعد ما نخرجها من الفرن هنديلها كده رشه ميه، ولو اتبقى معاكي كده شويه من خليط التوريق هتدهنيه بوش الفطيره بيديلها لمعه حلوه جدا. بعد كده هنغطيها بقى بفوطه ونسيبها متغطيه 5 دقايق كمان. بتطلع بقى يا جماعه رهيبه، طريه طراوه ما تتوصفش. طعمها حلو جدا، مورقه جدا من جوه. عملنا النهارده الفطير المشلتت بدون عجن وبدون فرد وبدون اي مجهود خالص. عايزه اقول لكم بقى ان هو هيطلع معاكم احلى من الفطير اللي بيتعمل بالعجين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مورقه جدا من جوه، والفطيره نفسها طريه كده وطعمها خطير. لو جربتوا بقى الفطير المشلتت بالجلاش بالطريقه دي انا متاكده ان انتوا هتعتمدوها عندكم على طول. ما تنسوش بقى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات على الفيديو. ان شاء الله كمان هسيب لكم كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو حد بقى عنده اي سؤال او استفسار يكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. ولحد هنا انا وصلت لنهايه الفيديو. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مره تشوفوا قناتي باسم مروه الخطيب ما تنسوش تشتركوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.